الست المصريه برضه لما بتخش المقاومه الشعبيه بيكون ليها دور جامد جدا حتى لو داخلاها غصب عنها. هنتكلم النهارده عن واحده مش معروف اسمها. صاحب القصه ديت اسمه توفيق العزب، ده كان في 1922. توفيق العزب دوت قال لك انا لحد دلوقتي، هو كتب كده في مذكرته مش عارف اسم الست ديت، ولكن كان ليها دور كبير جدا ان هي انقذت المقاومه جامده وانقذتني انا شخصيا من الاعدام. وبيحكي كده الراجل بيقول ان هو كان من الناس او المقاومات اللي هي بتغتال الضباط الانجليز، وجه شاف كبير مهندسي السكه الحديد كان بريطاني وراح ضربه بالنار، وهو بيضربه خبط في واحده بتبيع فجل اللي هي بقى بطله قصتنا دي. فشافته، يعني كان وشها في وشه كده على مسافه 5 سم، وقالت له انت بتعمل ايه؟ قال لها يا امي ده واحد من المستعمرين. ويعني حصل بينهم حوار صغير، وخلي بالكم كلمه حصل بينهم حوار صغير ديت يعني هي عرفت شكله تمام، وقالت طب يا ابني ربنا معاكم. المهم بعد كده لما حصل التحقيق وجت الحكومه مسكت توفيق دوت من الناس المتهمين، وكانت الشاهده الوحيده اللي هم شافوا بائعه الفجل ديت، ست غلبانه جدا وفقيره وحالتها بالحال يعني. جابوها وقال لها المأمور كده جاب كذا واحد منهم توفيق دوت، قال لها شاوري على اللي قتل الكبير المهندسي البريطاني. طبعا هي بصت على الكل قالت مش واحد ولا فيه ولا اي حد فيهم خالص. قال لها ازاي؟ قعدت تبص تاني وهي عارفه توفيق، وتوفيق كان بيبص في عينيها وهي رفضت. بعد كده قالوا لها طب احنا هنديكي 1000 جنيه. 1000 جنيه يا جماعه في الوقت دوت يعني كانك بتدي حد دلوقتي كده 2 3 مليون جنيه. انت متخيل حد قاعد بيبيع فجل في الشارع فقير حالته اللضى، وانت فجاه كده مجرد بس انه يشهد شهاده ان هيقول هو دوت، هتلاقي نفسه فجاه اتحول حياته بقى غني. ولكن هي رفضت. مش كده وبس، ده كمان هددوها، اقولها لو ما قلتيش احنا متاكدين وعارفين ان انت عارفه مين هو، لو ما قلتيش مين هو احنا هنعتبرك شريكه في العمليه ديت وهنقبض عليك. قالت لهم يا بيه انا ما اعرفش. جابوا لها الصور، بقت تبص على الصور وتقول ما اعرفش، وتوفيق يبص لها كده ويضحك ويبتسم، وهو قد ايه فخور ان مصر في كل اللي فيها سواء فقراء او اغنياء كلهم عندهم انتماء لحبهم البلد، وكلهم بيحبوا بعض وكلهم بيحفظوا بعض ويحموا بعض. فتوفيق اول ما خرج طبعا التهمه ما ثبتش عليه، حب يدور على الست بتاعت الفجل ما لقاهاش، قعد يسال وراها عشان يشكرها، عرف ان هي رجعت بلدهم وشافها من بعيد كده، راح البلد اللي هي فيها لها قاعده برضه بتبيع فجل، يعني بتكسب مليم ولا 2 مليم، واستغنت عن الملايين اللي كانت معروضه عليها. فبيحكي بيقول ان الشعب المصري دوت يستاهل ان احنا فعلا نضحي عشانه، ولا يعرف اسمها ولا حتى اخد منها صوره عشان ينشر لها اي حاجه، ولا هي بطله، عاشت بطله والتاريخ هيفضل يذكرها بطله، واحنا كمان بنذكرها ان هي بطله من ابطال مصر العظماء. لو بتحب الفيديوهات المليانه قصص تاريخيه وحكايات كده، لف كده شويه كده تلاقي كام فيديو هيعجبك، وتابعني وهكون متشرف جدا بصداقتك عندي. السلام عليكم.